لو جربت نموذج نانو بنانا الجديد، لكنه بالرغم من كده الصور اللي انت كنت عاوز تطلعها ما طلعتش زي اللي كانت في خيالك. يا صديقي، المشكله دي مش فيه هو، المشكله عندك انت. وقبل بس ما تهاجمني، خليني بس اقول لك في 6 خطوات بسيطه ازاي تقدر توصل لاحسن نتيجه. واول خطوه هي لما تكتب البرومبت. لما تيجي تكتبه، حدد الحاجه اللي انت محتاجها بالظبط بالتفاصيل، سواء صوره للانسان او حيوان او حتى عربيه. مش مجرد مثلا عايز عربيه، لا، اكتب له نوعها وشكلها وموديلها ولونها. مثلا انا كتبت عاوز صوره العربيه لامبورجيني اوريس موديل 2024 بلون احمر لامع مائل للكرز. تاني خطوه لازم تحدد العنصر بتاعك يتحرك ازاي وبيعمل ايه. يعني مثلا العربيه بتتحرك بسرعه وسط صحراء مفتوحه. تالت حاجه لازم تحدد فين المكان اللي بتحصل فيه الاحداث، في صحراء بقى، في مدينه، في سباق. رابع حاجه لازم تحدد اسلوب الصوره. يعني عاوز الصوره تطلع لك شكلها عامل ازاي، واقعي ولا اعلانيه ملحميه ولا سينمائيه ولا كرتونيه. عاوز شكل عدسه معينه، عاوز ستايل معين. خامس حاجة لازم تحدد مود الصورة والإضاءة اللي عاوز الصورة تعبر عنها. يعني عاوز مثلا أنوار طبيعية مشرقة، إضاءة داخلية حزينة، إضاءة دافئة قوية، عايز الصورة يبقى فيها ضباب مثلا. سادس حاجة هي التفاصيل واللمسات الأخيرة. فممكن تكتب مثلا عاوز الكادر من زاوية منخفضة أمامية، أو عاوز خطوط التصميم مثلا تبقى باينة والمصابيح الليد الأمامية تبقى منورة. عايز الخلفية يبقى فيها كثبان رملية. عايز السماء بدرجات معينة من الأحمر والبنفسجي وقت الغروب. يعني باختصار لازم تشرح الصورة أو الفيديو اللي انت عاوزه بكل التفاصيل اللي تخيلتها، وهو كل اللي عليه ان هو يحول لك كل التفاصيل دي لصورة حقيقية. جربت الطريقة دي قبل كده؟ جرب دلوقتي وريني النتيجة، وبالمرة اعمل لايك وفولو.